اول شيء البنت ما يحتاج انه تلعب صدر. بنت اشوفها تقرب على جهاز الصدر لا هي تعرف ولا مدربها يعرف ايش قاعد يسوي، الا بحاله واحده. شنو هي؟ الزاويه. ممكن البنت يكون عندها ترهلات بهاي المنطقه، تلعب صدر على مود تشد هاي المنطقه، بس ما تلعب عالي واسفل ومستوي. تلعب بوش اب على الارض عسكري، تلعب على الماشين بار حر ممنوع، ممكن تلعب على الدامبل، بس مو اكثر من هذا، لانه هي ما تحتاج تنمي عضله الصدر. لانه خلي براسك انت يا البنت اذا لعبتي تمارين الصدر كامله الصدر راح يختفي، لانه اللي موجود عند البنت هذا مو عضله، هذا انتفاخ. اللي موجود عند البنت هذا نسيج فيبر، مو مثل العضلات. البنت لما تيجي تتمرن عضله الصدر اعرف بانه البنت هاي صدرها صار فلات، راح مدمر. مع كامل الاحترام والتقدير، لكن الكلام ده مش مظبوط لا علميا ولا عمليا. لما اقول لك التشريح بالجانب العلمي والجانب العملي وبالتجربه، خلينا ابدا لك بس واقول لك ايه اللي بيخليني اتكلم في المجال ده. اول حاجه، انا كوتش مختار مدرب معتمد دوليا من ACE ونسم وICCA وفيفا ميديكال دبلوما، ومعايا في نسم شهاده مختصه بالنساء WFT ومن فيتنس ترينر. ده له علاقه بالنساء في جميع المراحل العمريه من تدريب وتغذيه. فلما بتكلم في فيديو واجيب لك دراسه، مش معناه ان الفيديو كله متركم على الدراسه، ولكن الفيديو كله بيكون عباره عن دراسه وتجارب علميه وتجارب عمليه. يعني مثلا زي الفيديو بتاع الكتف الجانبي وطلعت دراسه EMG. انا عارف ان دراسه EMG مش احسن حاجه وهي مش مقياس، ولكن الفيديو كله ما كانش مركز على الدراسه ديت او ان هو بيدور حول الدراسه دي. ده انا جبت لك جانب علمي وعملي وقلت لك جرب بنفسك كمان. لما بحط لك جانب من البحث والدراسه مش معناه ان كل اللي انا بقوله في الفيديو هو متمحور حول الدراسه ديت، لا، في حاجات تانية وعوامل تانية انا بقولها لك، جانب علمي وجانب خبره. اول حاجه، الكوتش بيقول ان الصدر وعضلات الصدر بالنسبه للمراه هيخلي الصدر بتاعها يبقى فلات او يختفي، لان المرأة ما عندهاش عضلات صدر واللي موجود ده انتفاخ، ولو انت اتمرنتي صدر فصدرك هيختفي وهتبقي فلات. طبعا الكلام ده ملوش اي صلة بالواقع. هنا نبدأ في الجانب التشريحي او علم الاناتومي. بالنسبة للمرأة عندنا عضلتين مهمين جدا، pectoralis major و pectoralis minor. الجانب التشريحي في اول عضلة هي العضلة الكبرى اللي بنسميها pectoralis major، بتبقى على شكل فان بتمتد من تحت الابط اللي هي armpit لحد عظمة الترقوة اللي هي بنسميها collar bone، تاخد شكل من الاسفل لحد اللور تشيست وبتبقى موجوده على both sides للور تشيست. دي العضله بتتصل بالجانبين لحد حاجه اسمها sternum breast bone او عظمه القفص الصدري. نخش على حاجه اسمها الفانكشن او وظيفه العضله ديت، هي بتحرك الكتف لاربع اتجاهات مختلفه وبتحافظ على شكل الدراع ان يكون ملتصق بالجسم. كده نخش على البكتوراليس ماينور. كان العضله ديت تحت العضله اللي هي الصدر الكبرى، بتبقى متصله لفوق وتحت على الاضلاع العلويه. شرحنا الاناتومي بالنسبه للمراه، خلينا نشرح مكونات الصدر بالنسبه للمراه. في اي جسم، ولكن المراه بتكون بزياده شويه ولاسباب جينيه واسباب ليها علاقه بوظيفه جسم المراه. الرواسب الدهنيه بنسميها higher fat deposit. الرواسب الدهنيه ليها فوائد للمراه واللي بتكون بشكل عالي شويه عن الراجل. حمايه الغدد الجنسيه اللي هي 6 glands، وحمايه الصدر، وكمان بقى بتبقى حمايه الغدد المنتجه للحليب. الطبقه الاولى واللي بنسميها the epidermis اللي هي بتبقى طبقه وقائيه، بتبقى طبقه خارجيه بتحمي الجسم من الماء. وبعد كده نخش على الطبقه الثانيه اللي هي the dermis، وعباره عن طبقه سفليه بتحتوي على الغدد العرقيه اللي هي the sweat glands، وبتحتوي على الشعيرات الدمويه وبصيلات الشعر. هل المراه تنفع تلعب صدر ولا غلط زي ما الكابتن بيقول؟ هنا نركز الاول ونشوف على فوائد التشيست بالنسبه للمراه. تمرين التشيست هو من تمارين الابر بودي، وهو تمرين مهم جدا لان مش بيشغل التشيست بس، ده بيشغل كمان عضلات مساعده زي الانتيريور ديلت وكمان ترايسبس، جزء من الظهر بيكون برضو شغال. فهو يعتبر من التمارين اللي بتعمل improving strength، يعني مهمه لتزويد القوه بتاعتك. تاني حاجه مهمه جدا علشان موضوع التحمل، يعني لما تتمرني ابر بودي ده بيديكي قوه تحمل مهمه جدا واللي هتكلم عليها في نهايه الفيديو. حاجه من فوائد التشيست ان هي بتعمل تناسق عضلي، ما ينفعش تهتمي بالجزء اللي تحت فقط، سيبي الجسم من فوق، ده بيديكي عدم تناسق وتناغم، وبيديكي كمان ضعف في العضلات ديت اللي بتؤدي لاصابه او بتؤدي لحاجه مهمه جدا اللي هو الاستقامه او البوستشر. يعني لما تكون عضلات الصدر ضعيفه او عضلات الكتف ضعيفه فبيديكي انحناء او شكل مش كويس او عدم تناسق.
حاجه برضو اللي مهمه قوي هي تحسين شكل الابط وجزء الجسم للنقطه اللي اتكلم فيها الكوتش، اللي هو بيحافظ على المنطقه ديت وبيخليها متناسقه وبيخلي شكلها احسن، وفي نفس الوقت بيحصل ارتفاع للصدر نفسه. maintaining good posture and upright stability. عضلات التشيست بتحافظ على وضعيه الجسم ووضعيه الاستقامه بتاع الجسم. دايما البنات بيكون عندها انحناء وبتشتكي من الموضوع ده نظرا لان عضلات التشيست نفسها ضعيفه. كمان برضو زي المذاكره، مسكه التليفون، كل الكلام ده بيؤدي لضعف العضلات، بيخلي وضعيه الجسم مش مستقيمه وبيحصل فيه انحناء اللي موجود عند معظم البنات. فانك تتمرني التشيست ده بيؤدي لوضعيه احسن وبيؤدي لاستقامه احسن. موضوع ان البنت ما ينفعش تلعب بار صدر مسطح وان هو للرجاله فقط، ده عكس الحقيقه. في دراسه سنه 2018 بتاكد الدراسه لما تدخل بار بنش بريس في التمرين بتاعك يؤدي الى كثافه العظام وتقويه العظام بالنسبه للنساء وبالنسبه للرجال. هل البنت لما تلعب تشيست هل التشيست بتاعها بيختفي وبتبقى فلات؟ الكلام ده مش مظبوط. شرحت في الاول وقلت ان من مكونات الصدر في حاجه اسمها الرواسب الدهنيه، ونسبه الدهون بالنسبه للمراه بتكون اعلى بالنسبه للرجل. فخلينا نجيب راجل دلوقتي وبنمرنه ونسبه الدهون بتاعته عاليه وفي نفس الوقت مش عامل كالوري ديفيسيت او عامل عجز سعرات حراريه وبيتمرن سكوات. هتلاحظ ايه؟ ناس اشتكت منها كتير وجات لي وقالت لي انا مش بلعب سكوات علشان السكوات بيكبر المؤخره بتاعتي وبيخلي شكلها مش حلو. فالسبب هنا مش ان هو السكوات او التمرين نفسه، السبب هنا ايه؟ السبب هنا ان هو دهونه بتزيد وعضلاته بتزيد فشكل المؤخره بيكبر. هنا بيحصل الكلام ده بالنسبه للبنت. لو البنت عندها نسبه دهون واللي هي بتبقى عندها نسبه دهون، لان نسبه الدهون وفقا لمنظمه الصحه العالميه ووفقا كمان لميركل جورنال اوف كلينيكال نيوتريشن بيقول ان المعدل الطبيعي بالنسبه للمراه بيكون حسب السن. فعندنا من سن 21 سنه ل 39 بالنسبه للمراه بيكون معدل الدهون 21 ل 32%، اما للراجل بيكون من 8 ل 19% توتال بودي فات. سن 40 ل 59 سنه فالمراه بيكون عندها 23% ل 33%، اما الراجل بيكون 11% ل 21%. فهنا مش صحيا اصلا ان المراه تكون عندها نسبه دهون قليله. وامتى يحصل اختفاء او يحصل ان شكل الصدر اصلا يبقى فلات؟ ان المراه تنزل بنسبه الدهون بتاعتها لنسبه قليله جدا، وده اللي بيحصل في الناس اللي هي بتنافس على البطولات او الناس اللي هي بتاخد استرويد. ان البنت الطبيعيه ووظيفه جسمها ومكونات الجسم والصدر بتاعها بيكون فيه فاتس، فلا تمرني ويكون فيه ماسل وفيه اصلا اوريدي جزء من الفاتس، ده بيعمل ايه؟ بيخلي الصدر يكبر. يعني بالعكس، هنا المتحكم في الحجم والشكل هو الدهون والسعرات الحراريه، ملهاش علاقه بالتمرين. وده مش معناه ان الراجل والمراه بيتساووا في التمرين، لا، المراه ليها مميزات في التمرين عن الراجل والراجل العكس. اني اتكلم عن الموضوع ده بالتفاصيل سيب لي كومنت تحت وقول لي نتكلم عن الموضوع ده، وهعمل لك حلقه مهمه جدا عن التدريب بالنسبه للمراه والتدريب بالنسبه للرجل. الاستشفاء بتاعها بيكون اسرع، استشفاء الماصل نفسه بيكون اسرع، كمان المراه عندها قوه تحمل اكتر من الراجل. كمان بقى مهم قوي الاستشفاء بين المجموعات، المراه بتعمل استشفاء اسرع من الراجل بين المجموعات. فالراجل مميز عن المراه في حاجات والمراه مميزه عن الراجل في حاجات، فده بيدينا اولويه في التمرين، حاجات مهمه. فانت عندك اولويه في التمرين وعندك مميزات لازم تستخدميها في التمرين زي الراحات وزي المجموعات وزي العدات وزي كمان انك تركزي على اللور بودي لكن ما تنسيش الابر بودي. فالمهم قوي انك تتمرني الابر بودي مرتين في الاسبوع واللور 3، او على حسب اليوم بتاعك او على حسب بتروح الجيم كام يوم. علشان ننهي الفيديو ده بمعلومه، فلو انت خايفه على عضله او خايفه على شكل معين لجسمك مش معناه انك تهمليه، بالعكس لازم تمرنيه وتحافظي على الاكل الصح والتمرين الصح وتفهمي تتمرني ازاي وتفهمي تاكلي ازاي. موضوع ان الصدر لو المرأة لعبت صدر ده بيختفي، ده غير صحيح تماما.